هاي، ازيكم؟ انا مريم وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. مهم قوي ان احنا نوصل لولادنا دايما ان احنا بنحبهم، بيفرق معاهم، ودي حاجة مهمة جدا عشان يقدروا يكملوا حياتهم بطريقة سليمة وبطريقة مظبوطة. لازم دايما نحاول بكل الطرق ان احنا نوصل لهم ان احنا بنحبهم. طب ازاي نعمل ده؟ ازاي نوصل لولادنا ان احنا بنحبهم؟ زي ما الكبار عندهم لغات حب وهم 5، الأطفال كمان عندهم نفس لغات الحب. بس ازاي أعرف أوصل لغة الحب بتاعت ابني وهو لسه بيبي رضيع، لسه ما شخصيته ما اتكونتش؟ في الشهور الأولى من عمر الطفل، الطريقة الوحيدة اللي أنا ممكن أقدم بيها حب لابني هي الحضن والبوس والاحتواء واللمسة الجسدية. هي دي الطريقة اللي أنا أعرف أقدمها له وهو لسه طفل رضيع بيتشال. احضنه كتير واشيله كتير، علشان كده بنقول انه في ال3 شهور الاولانيه مهمه قوي ان البيبي يكون متشال فترات طويله، يتشال معظم الوقت، ما يتسابش كتير، علشان دي حاجه بتوصل له الحب والاحتواء وان هو محبوب ومقبول في العيله الجديده اللي هو دخل فيها. لما بيبتدي يكبر وبتبتدي شخصيته تبان وبتبتدي تتكون، ببتدي اجرب معاه كل لغات الحب اللي انا عارفها. يعني مثلا بجرب ان انا اجيب له هدايا وافاجئه واشوف رد فعله ايه. بجرب كمان ان انا اقضي وقت معاه وانزل للعالم بتاعه ونلعب مع بعض ونقضي وقت كتير مع بعض. بفضل كتير قوي اقوله ان انا بحبه وان هو غالي قوي عليا وان هو جميل وان هو حلو زي ما هو ومقبول دايما من غير اي شروط. كمان بساعده في الحاجات بتاعته، بساعده في الواجب بتاعه، بساعده ان هو يلم لعبه، بساعده في ترتيب الأوضة. بشوف هو محتاج ايه علشان اساعده. وطبعا الحضن والبوس والحاجات دي كلها ما بتقفش، دي بتفضل مكملة معانا على طول لحد ما بقى شوية شوية بيبتدي هو يعرف ايه اكتر حاجة بتبسطه، وانا بعرف من رد فعله ايه الحاجة اللي بسطته. وممكن اتكلم معاه واسأله: هو انت ايه اكتر حاجة بتحبني اعملها لك؟ ايه الحاجة اللي بتحسسك باني بحبك؟ بيوصلك ازاي الحب بتاعي؟ وهو لما يبتدي يعرف ويبتدي يعرف يعبر عن هو ايه اكتر حاجة بتبسطه، هنبتدي نوصل لحاجة مع بعض، ونبتدي نعرف ايه لغة الحب بتاعت ابني. فببتدي اكثف بقى الشغل على الحاجة دي، على اللغة دي، وابتدي اقدمها له كتير قوي. وطبعا الحاجات التانية، اللغات التانية ما بتقفش، بفضل برضو مكمل بيها، لكن الحاجة المعينة اللي بيفهم بيها انه محبوب بحاول اشتغل عليها كتير قوي. يبقى مهم جدا ان احنا نوصل لولادنا ونهتم بالموضوع ده ان احنا بنحبهم، لان هم فعلا غاليين وفعلا محبوبين، وان هم هدية كبيرة جدا جدا. لازم نعبر لهم عن حبنا ليهم ونعبر لهم قد ايه احنا مقدرين الهدية دي وان هي مهمة جدا في حياتنا. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.